السلام عليكم عشاق متابعين قناة معلومة كل يوم. غادي نقول لكم حلقة ديال اليوم حلقة خطيرة. المونديال سال في قطر، ولكن غادي نقول لكم غادي يبدا مونديال اخر ماشي ديال الكورة، مونديال ديال السياسة والدين، مونديال ديال الحقائق اللي بانت في المونديال ديال قطر. الغرب عرفنا الحقيقة ديالته، وإيمانويل ماكرون عرفنا انه جا في نصف النهائي وكانت مؤامره على المنتخب المغربي في نصف النهائي، ولكن ماكرون الحساب اللي حسب ما خرجش ليه، والكاس داتو الارجنتين. انا من دوك الناس اللي كنت كنشجع في الارجنتين يوم البارحه، ماشي لان راهم الارجنتين ولا فرنسا كنت كنتسنى انا واحد الحقيقه تخرج اليوم هي اللي كنت باغي. راه ملي تيربح المنتخب الفرنسي تيقول لك هذا منتخب فرنسي، ولكن ملي كيخسر تيقول لك غير الافارقه كانوا لاعبين وما لعبوش مزيان وخسرنا ومشى لينا الكاس. يعني هنا فرنسا كتعترف ما عندها لا رياضه، ما عندها لا ثروه، لا يديك لا يخليك. فرنسا عايشه على وديت افريقيا، وهاد الكيسان اللي ماديه فرنسا راه مادينهم الافارقه. يعني يوم البارحه الارجنتين كانت لعبه مع منتخب افريقي، غير كانوا هازين واحد الرايه سميتها فرنسا. هنا اكتشفنا الحقيقه، واكتشفنا ان الاعلام الفرنسي اعلام اللي صراحه ماكر، واعلام اللي مسموم وحقود وبزاف ديال الاشياء. لان واحد اللاعب في المنتخب الفرنسي كان دا الكاس في 98 قال لهم نعم، ملي دينا الكاس في 98 قال لك هذا منتخب فرنسي، وملي تقسينا في 2002 قال لك هذا منتخب افريقي. صراحة الرسالة اللي بات في هذا المونديال ديال قطر هو أن الدول العربية مازال مجموعة، ومازال تيبغيو بعضياتهم، ومازال كاين الدين الإسلامي. نعم، لأن جوج دول عربية قدروا أنهم يبينوا للعالم بأن العرب أقوياء والمسلمين أقوياء والأفارقة أقوياء، وأن راه ما تبدلات حتى شي حاجة، راه مازال تنبغيو بعضيات. قطر والمغرب جمعوا الدول العربية وبينوا للعالم بأن العرب مازال مع بعضياتهم، ولو تيكونوا صراعات ومشاكل ولكن تيبغيو بعضياتهم. وعرفنا شكون اللي فيه المشكل في العرب، بقاو غير بوحدهم. سنة المونديال غادا تشدهم تصاطيا، لأنهم كانوا كيتسناو أن فرنسا دير الكاس ويحتفلوا معاها. شكون هما الإخوان؟ نقول لكم شكون هما الكابرانات ملي بدا هاد المونديال ديال قطر هما كيشجعوا في المنتخب الفرنسي وما باغينش يشجعوا المنتخبات العربيه. وشفنا لي زانترفيو وشفنا الكابرانات الاشخاص اللي صيفطوا لقطر باش يديروا اعمال اجراميه، ولكن الحمد لله والشكر لله لان قطر كلفات الامن للمملكه المغربيه، وكنعرفوا ان الامن المغربي كيبقى من اقوى رجال الامن بالعالم. وشفنا كيفاش داز التظاهرات. احسن كاس العالم داز ملي بدا كاس العالم، احسن كاس العالم داز هو اللي داز في قطر. حتى من المقابله النهائيه كانت مقابله اللي صراحه فيها فرجه وكانت فيها اثاره، والكاس داتو الارجنتين. وايمانويل ماكرون والاخوان الغريب في الامر، ملي كانوا ناس الامير والرئيس ديال الفيفا باغيين يمشيو يعطيو الجوائز لفرنسا والارجنتين، ايمانويل ماكرون بغى يبدا يتسابق هو والامير. واحد اللقطه الامير هو يوقف ويقول لي الشريف حتى كلشي غادي كتسابق معاه، وقف ودوز ورايا. هنا فين شاهدنا داك الفيديو دابا راه متداول في وسائل التواصل الاجتماعي. هنا اكتشفنا ان ايمانويل ماكرون ديك العياقه اللي كيدير على شي وحدين كيسحب هو الامير ديال قطر. هو فهمتي يتبون راه امير ديال قطر هذاك الشريف، راه من اغنياء العالم، راه البلاد ديالو حسن من داكشي اللي عندك انت. هذاك راه رزقه واستثمره ومهلي في شعبه، وشعبه من احسن الشعوب في العالم. راه شفنا الشعب القطري الاخوان عطى دروس للعالم. كنشكروا الشعب القطري وكنشكروا دوله قطر اللي هزات الراس ديال العرب والمسلمين. ايمانويل ماكرون كان جايب داك الفكر كدا وهو يقمع وكريدوس اللور، والتيرانات اللي كاينين في قطر ما كاينينش في فرنسا. وفرنسا الاخوان ما عندهم والو، فرنسا غير مجرد دوله شفاره، مدينه ثروات ديال عباد الله ومدينه البشر، لان اللاعبين اللي كيلعبوا في المنتخب الفرنسي منتخب افريقي. هادشي تيأكدو حتى الاعلام الفرنسي. ولكن غادي نرجعوا لواحد النقطه اخرى. هنا العالم
عرف واحد المساله اللي خطيره. عرف ان كاينه واحد الدوله سميتها المملكه المغربيه الشريفه جايه بقوه في بزاف ديال المجالات، لا الرياضيه لا الاقتصاديه لا الامنيه. غتقول لي كيفاش؟ الرياضيه، اول منتخب عربي افريقي كيوصل نصف النهائي، وكان انه يقدر يوصل حتى النهائي ويديه. هنا عرفنا ان الفيفا ما تقدرش تخلي فريق عربي افريقي مسلم يوصل النهائي، لانهم هما عندهم رسائل وعندهم خدمتهم باغيين يديروها، ولكن كما تنقول لكم ضربوا حتى عياو، ولكن لقاو ان المغرب بلاد قويه وصل نصف النهائي. شاهدنا المسؤولين ديال المملكه المغربيه مشاو وشجعوا المنتخب المغربي. هنا العالم اكتشف يقول لك ان المسؤولين السياسيين والرياضيين تيمشيو وتيشجعوا المنتخب المغربي وعندهم جمهور اللي قوي، لدرجه ان الجمهور المغربي جمع معاه جماهير عربيه وداخلين وسطنا وكنشجعوا مع بعضياتنا. وكما تيقول العالم او الغرب تيقول لك المغرب جمع قاره افريقيا وجمع الدول العربيه والاسلاميه. هاد البلد خصنا نردوا منه البال، ولا خاصنا نتقربوا منه. ما لاحظتوش هاد الايام الاخوان جميع الدول الاوروبيه ولاو جايين للمملكه المغربيه، وهذا الشيء نزلنا عليه حلقات، وداك الشيء موثق، يعني حنا ما كنتكلموش من الفراغ. والمغرب كشف بزاف ديال الحقائق في هذا المونديال، والكلمات اللي كنا كنقولوا على الكابرانات الحمد لله ما بقيناش كنقولوا حنا المغاربه بوحدنا، ولاو كيقولوا خوتنا التوانسه، المصريين، اللبنانيين، السواعده، القطريين، الكويت، جميع العرب اكتشفوا ان الكابرانات واحد الناس اللي ما يحبوش شي حاجه سميتها الدول العربيه، عرفوهم انهم ما عندهمش موقف، وكانوا كيلعبوا على ديك الموجه ديال فلسطين، وحنا كنبغيو فلسطين. جينا نبحثوا لقيناهم ما كيمولوا فلسطين، ما كاين اللي يديك لا يخليك. والمنتخب المغربي بين للعالم بان المغرب القضيه الفلسطينيه جاريه عندنا في الدم. وبعد ما كانت كتسالي اي مقابله ديال المنتخب المغربي كان كيمشي يسجد وتيهز الرايه ديال فلسطين. يعني ديك الهضره ديال الكابرانات وكانوا تيضلوا يسبوا فينا وكذا وهادي لا العرب كاملين تيحبونا دابا، العرب كاملين ولاو في الجنب ديال المملكه المغربيه. حنا كنا كنعرفوا العرب كيحبونا بشحال هادي، ولكن في هذا المونديال ديال قطر شاهدنا داك الشيء. راه ملي كان تيكون لاعب المنتخب المغربي الاخوان، راه شوارع ديال الدول العربيه كتلقاهم خاويين، مصر كتلقى الشوارع خاويه، لبنان، سوريا، العراق، غزه الاخوان، فلسطين، بنادم في القهاوي مجموعين وبنادم تيفرح. اللهم لك الحمد. ملي دخلنا لهذه الفرحه الدول العربيه وبينا بزاف ديال الحقائق وبينا الحقيقه ديال الفيفا، هذا في حد ذاته انجاز كبير وكبير بزاف. وكنشكروا الامير ديال دوله قطر اللي قمع علينا ايمانويل ماكرون وحيد لي ديك التخربيق الخاوي، لان شوف ماكرون لقى جوج دول دابا عربيه واقفين ليه ما فهمهم والو. قطر قمعاتو، والمغرب دابا راه كتكبد ليه خسائر كبيره وشوهناه بهذا المعنى. المنتخب الفرنسي مشى ليه الكاس، واللي ملي مشى ليه الكاس الاخوان اكتشفنا الحقيقه، والاعلام الفرنسي قال لك دوغي افارقه. نعم الغاء افارقه. ملي نتوما ما عندكمش اللعابه علاش كتجيبوا الافارقه؟ هذا سؤال كبير وما بغيناش نبقاو ندخلوا في التفاصيل ديالو، لان الا جات فرنسا تلعب كان عندها غير لاعب واحد في فرنسا كامله. ملي مشيت تبحث كامل عندها لاعب واحد في وسط الميدان هو اللي فرنسي، ما الباقي كلشي كل منين جاي. كاين 3 من اوروبا وكاينين ما بقيه كاملين الافارقه. وملي تشوف راه كانت الجزائر راكم ملي بداو البلاتيات راكم غير الافارقه اللي كانوا. صراحه ما بغيتش نطول في هذه الحلقه، نتمنى ان يكون ما طولش. واللي غادي نقول لكم راه كاين مونديال اخر غادي يبدا هذه الايام، مونديال اقتصادي وامني وسياسي. كان معكم اخوكم محمد السحاب، قناه معلومه كل يوم. عاونوا الحلقه بلايك وشعرونا دائما الاخوان. الله، الوطن، الملك والصحراء المغربيه. الى اللقاء.